أستاذ رفيق، أنتم تنشطون هذا المهرجان الشعبي للشعر الشعبي بمنطقة الوزيان. السيد الفاضل، نشطتم البارحة الافتتاح، واليوم ستنشطون كذلك المسابقة ومباريات الشعراء. هل لكم من كلمة حول هذه؟ طيب، أول شيء الوديان هي منطقة ريفية، ومن ميزات المناطق الريفية في البلاد التونسية والبلاد العربية عموما اهتمامهم بالشعر الشعبي. والشعر الشعبي عنده تاريخ عريق في الوديان وفي جل الأرياف التونسية. وتمكن أهالي الوديان ولجنة تنظيم المهرجان الثقافي الصيفي بالوديان برئاسة السيد منصور الدلاجي والكاتب العام سي عبد الحميد بوقرة والسيدة منية بوعود مدير دار الشباب، ومجموعة من خيرة شباب دار الشباب بالوديان، من تنظيم هذه الدورة المتميزة، الدورة الثالثة للمهرجان الثقافي الصيفي بالوديان. ودعيت وكان لي الشرف أن أتلقى هذه الدعوة الكريمة من سي منصور الدلاجي لأقوم بتنشيط فعاليات هذه الدورة المتميزة التي أساسا تركزت على الشعر الفصيح والشعر الشعبي والغناء البدوي والفروسية. كانت سهرة الأمس سهرة متميزة بالإقبال التلقائي الجماهيري الذي تفاعل تفاعلا كبيرا، عبر عن حبه لقريته وعمادته الوديان ذات التاريخ والأصالة، ذات النضال، وهي قلعة من قلاع النضال، وهي تسخر بالموارد الطبيعية، من بينها نقطة المياه المعدنية التي تأتي من قربص. وقد مكنني مشكور السيد منصور دلاجي منذ شهر ونصف عندما زرته وطفنا بسيارته كل مناطق الوديان ووقفنا على مناظر طبيعية خلابة. هذه القرية جديرة بأن تحظى بتدعيم كبير من طرف السلطات المحلية والجهوية والوطنية لتستثمر خيرات هذه المنطقة. كانت حضور السادة والسيدات الشعراء من مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. كذلك وشح هذه الأمسية، أمسية أمس وأمسية اليوم، ضيوف أعزاء أجلاء من الشقيقتين الجزائر وليبيا. وكان حضور هؤلاء الأشقاء إضافة متميزة أضفت جمالية على هذا الملتقى وعلى هذا المهرجان. وكان يعني عبارة على إعلان على الاستعداد لتقديم الوثائق القانونية والرسمية للسلطات الوطنية والجهوية ليقع إعداد النسخة الرابعة للمهرجان المغاربي للشعر الشعبي والفن البدوي بحول الله في السنة القادمة. ومرحبا بكم وفي الوديان بطبيعة الحال. مرحبا بك سي محمد فريخ، ومرحبا بقناة باهية والوطن، أخبار الوطن، وأهلا بالجزائر وأهلا بكم، شرفتمونا. مرحبا بكم. تمام.